السلام عليكم اخوتي المغاربه. اليوم ماشي نهار عادي. اليوم الاسود المحليين غادي يواجهوا تنزانيا وسط دار السلام في مباراه ماشي غير ربع نهائي. هذه حرب كرويه، يا اما التاهل التاريخي يا اما الصدمه ما كيتمناش حتى واحد. المنتخب الوطني دخل البطوله بقوه هجوميه خارقه، تنادي الاهداف في مرحله المجموعات، هو اقوى هجوم في المنافسه. والمهاجم الملي يتالق بثلاثيه منهم ثنائيه رائعه في مرمى الكونغو الديمقراطيه، والقائد حريمات العقل المدبر في الوسط، صانع العاب متميز، تمريرات حاسمه وروح قتاليه كتحفز كامل المجموعه. لكن الفرحه ديال الهجوم ما كملاش، حيت الغيابات ضربت الدفاع المغربي بوشعيب الراسي ومروان الواديني وعسال اللي رجع في المغرب لاجراء الفحوصات الطبيه. وهذه المعطيات خلت المدرب طارق السكيتيوي يواجه صداع كبير. كيفاش يسد الفراغات الدفاعيه قبل ما تبدا القمه؟ المنتخب التنزاني ماشي جاي يلعب، بل جاي يحلم بالكاس وسط ارضه امام جمهوره. 3 ديال الانتصارات متتاليه في دور المجموعات، اقوى دفاع ما دخلش في شباكهم غير هدف واحد، دعم جماهير خيالي، زيد عليه وعد الرئيسه ديال البلاد للاعبين بمنح ماليه مغريه الى تجاوزوا المغرب. بمعنى الاسود غادي يواجهوا خصم ماشي فقط لاباس عليه فنيا، ولكن محفز معنويا وماديا حتى النخاع. مباراه بمثابه نهائي مبكر. القمه هذه ماشي مجرد ربع نهائي، هذه مواجهه تاريخيه. يا اما الاسود يكسبوا صفحه جديده في التاريخ ويمشيوا للنصف نهائي، يا اما البلد منظم يدير المفاجاه ويقصي المغرب. وزيدوا المفاجأة الكبرى ممكن تكون في المربع الذهبي. إلى تأهل المغرب وغلب الجزائر السودان غادي نعيشوا كلاسيكو عربي ناري، المغرب ضد الجزائر، مواجهة القرن في الشان. الموعد تاريخي والسيناريو مفتوح على كل الاحتمالات. واش الهجوم المغربي غادي يقدر يخترق الجدار التنزاني، ولا الأسود غادي يطيحوا وسط البحر الغاضب ديال دار السلام؟ الجواب غادي يبان الليلة فوق المستطيل الأخضر. اليوم الجمعة 22 غشت 6 مساء بتوقيت المغرب، ملعب بنجامين ماكابا. المباراة تشاهدوها على بي إن سبور 6 وكونوا في الموعد.